أصدقائي المستمعين متابعين معنا استراحتنا اليوم، معنا الأستاذ حسن حامد مساعد رئيس تحرير جريدة المساء ومؤسس موقع المساء الإلكتروني وصاحب مقال اعقلها. أهلا بيك أستاذ حسن. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. طبعا يعني استراحتنا تحت عنوان استراحة مع الحب والسماحة. جميل. هل ممكن الحب يأتي بدون عقل، بدون تفكر، بدون يعني إن الإنسان يتدبر أموره، ثم بعد ذلك يعرف كيف يحب الأشياء ويتقنها؟ الحب الايه هو عادة الحب ملوش علاقة بالعقل. مم. يعني الحب دائما يتعارض مع العقل. عندما يتدخل العقل في مشاعر الانسان التي يحركها القلب او التي ترتبط بالحب، مم. يبقى ما فيش حب عقلاني ازاي؟ مم. يعني هو اجمل ما في الحب انه بدون عقل. لذلك بيقولوا بس ممكن يدمر، يعني يدمر الاشياء اللي امامه، ما دام الحب بدون عقل. دي نظرة والله. عقلانية. والله بالظبط. يعني لا، انا شايف انه اجمل ما في الحب انه يعني انعدام العقل فيه. مم. اصله ما ينفعش يبقى حب بعقل. يعني ازاي انت تحبي بعقل؟ مم. يعني المفروض الواحد بيحب، وبعدين يعني وفقا لما قرأناه انه دائما الحب بيجي دون ان تبحثي عنه. مم. يعني ما ينفعش انت تدوري على الحب. حينما تبحثين عن الحب يبقى هنا بيتدخل العقل. تمام. لكن لما الحب بيصدمك فجأة كده وتستسلمي ليه، مم. خلاص بيتلغي العقل في هذه لكن هل الحالة. تتفق معي ان ممكن الانسان علشان يحب مثلا بلده يفكر، يبدأ يفكر كده، يقول طب ما هو الوطن ده مثلا هو اللي بيدينا الحماية. الواحد يتخيل لو الانسان من غير وطنه كان شكله هيبقى ازاي. طبعا طبعا. الانسان عشان يحب اسرته ويقدر يعطيها كل شيء، او زوجته او اولاده، يقول يعني لو ما كانش الاب والام دولت موجودين في الدنيا، او يعني مم، مم، تواجدت ووجدتهم، مم، كنت هبقى انسان في الشارع، انسان ممكن مهدور حقه تماما، تمام انسان تمام. بينظر له المجتمع. هو انا يعني انا عايز. عايزه يعني لو يعني تفهم وجهة نظري او انا انا تتفهمها، انا انا ان عايز. الانسان ببعض التفكير ممكن يحب الاشياء اللي حواليه. لا، هو احنا لو خصصنا حب الوطن او حب الاب والام او حب حتى العمل، حب السكن. امم. يعني انا عايز افرق بين مدلول كلمة احب امم. والحب والانتماء. ايوه. يعني الحب، امم. حب الوطن زي حب الاب والام، زي حب الله. ما ينفعش تقولي انا بحب ربنا ليه، امم. ما ينفعش تقولي انا بحب الوطن ليه، ما ينفعش تقولي انا بحب ابويا وامي ليه. لكن الانتماء بقى، انت تقولي انا بنتمي لهذا الوطن ليه، امم. بنتمي للشقه اللي انا قاعد فيها دي ليه. هم ايوه. العلماء بتوع الانثروبولوجيا بيقولوا انه الانتماء مكان. امم. فالمكان ده قد ينطبق، قد يقال على الشقه اللي انت قاعده فيها، قد يقال على مكان العمل اللي انت بتشتغلي فيه، امم. قد ينطبق على الوطن على اتساعه، الوطن العربي على اتساعه، العالم على اتساعه. فهو ده فكرة الانتماء. الانتماء، مستوى الانتماء بيفرق بين واحد والتاني. ايوه. انا قد انتمي الى وطني بشكل كبير جدا، ويبقى عندي دافع قوي ان انا ابذل كل ما املك من اجل هذا الوطن بدون اي مقابل، امم. سواء بقى دمي او روحي او وقتي او جهدي او فلوسي. يعني هذا الانتماء بيملي عليا، ده بيدفعني الى هذا. واحد تاني بيقول لك لا، انا انتمائي لوطني ان انا افضل مشاهد، بدليل انه في الثوره ناس كتيره جدا كانت طالعه بدون ما حد يزقها، امم. وناس تانية في البلكونات بتتفرج عليه، بدليل انه كانوا بينادوا يا اهالينا انزلوا انضموا لينا. يعني ده ايوه. كان شعار تابعناه في الثوره. فلذلك انا بقول لحضرتك الانتماء، مستوى الانتماء بيفرق بين واحد وواحد، امم. لكن الحب ما بيفرقش. يعني انا ما اقدرش اقول لحضرتك انا بحب ربنا اكتر منك، امم. ولا انت تدعي هذا، ولا اقول لك انا بحب امي وابويا اكتر من حبك لامك وابوك. برضو لا، لا استطيع ان انا ادعي ده او حد يدعي، لان الحب هنا في النهايه للاشياء اللي هي فوق المسببات. يعني انا ما امم. اقدرش اقول انا بحب ربنا ليه. انا بحب ربنا مع ان ده بالفطره. ممكن يعني بالفطره. سؤال طفل يجي يقول بالظبط لأسرته، يعني بالظبط هو انا بالظبط ليه بحب ربنا، او احنا بالظبط ليه المفروض بالظبط. نحب ربنا. هنا الفطرة ترد عليه بقى، مش مم. الأب والأم اللي يقول له مم. أنت بتحب ربنا عشان كذا، عشان بيأكلك ويشربك ويخليك تتنفس ويخليك تروح المدرسة. مم. يعني أبسط المفاهيم اللي أنت حضرتك بتقدميها للطفل، مم. هو ده اللي ممكن تعبري بيها عن إيه ليه إحنا بنحب ربنا. لكن هو بالتأكيد بفطرته مم. مخلوق يحب ربنا. هو ده المستوى اللي فارق. أستاذ حسن، هل تعتقد أن المشاكل اللي احنا بنقع فيها كمجتمع مصري الآن سببها غياب العقل؟ غياب الحب.
غياب الحب. مش غياب العقل، ده بالعكس، هو لما عندما يتدخل العقل مم. بتتدخل المصلحة، بتتدخل فكرة انت هتكسبي ايه وانا هكسب ايه، ومين انه هيبقى احسن في الاتنين. هو ده شغل عقل، طب شغل. وليه خليت مقالك اعقلها؟ ليه ما خليتهاش مثلا حبها؟ بصي حضرتك، هو مم. احنا قد يغيب العقل في حاجات كتيرة جدا في حياتنا. ايوه. ولذلك انا اولا انا كنت بعتبر المساحة اللي انا بكتب فيها مقالي كل اسبوع مساحة ربنا ادهاني للدفاع عن البسطاء اللي انا منهم. مم. يعني اهلنا البسطاء اللي هم الناس الطيبين اللي هم اهل مصر الحقيقيين، هؤلاء الناس قضاياهم كثيرة جدا وقضاياهم لا تنتهي يعني مم. مشاكلهم ما بتنتهيش. طبعا يعني. فأنا وهبت هذه المساحة منذ أن أمسكت بالقلم وكتبت أول مقال، كان سنة 2006. مم. قلت أنا هوهب هذه المساحة للدفاع عنهم، ومن يومها، ومش عايز أقول لحضرتك إنه أنا بكتب مقالي كل يوم جمعة. كل يوم جمعة أنا بقدمه الخميس في الجورنال عشان ينشر الجمعة. كل يوم خميس بتحصل مشكلة على هذا المقال، وطلب ان انا اغير فيه حاجات او يمنع من النشر او يعني بسبب ان انا بقول الكلمة اللي هي العاقلة، اللي هي كلمة الحق. اللي انا اه. لا ارتجي من ورائها الا مم. وجه الله. ساعات كمان في النظام البائد، مم. النظام اللي فات، مش عايز اقول لحضرتك وصل الامر الى التأويل. مم. يعني كان مثلا انا اكتب جملة فتؤول، مم. يؤول معناها يعني فاهم، وهو يرفض المقال بسبب هذا التأويل. فمسألة صعبة يعني. مم. آه، لكن الحمد لله يعني حرفة الكتابة علمتنا انه الواحد يقدر يستطيع ان هو يقدر يقول يعبر كل عن اللي شيء. هو عايزه طبعا. بشكل ما حدش ياخد عليه حاجة يعني. دي الحنكة بقى في الكتاب. بالظبط. هو المقال بيرفع شعار اعقلها. مم. كل القضايا اللي بيتناولها او اللي بكتب فيها بتتسم في النهاية انك تحكمي العقل. يعني مطلوب ان احنا يا جماعة نحكم العقل في هذا الموضوع. بس يعني هو ده اه. بصراحة يا أستاذ حسن، يعني كتير جدا من الناس بتخاف يكون بينها وبين الصحفيين خصومة، لأن بيكون رد فعلهم عنيف. نعم. بمعنى إن لو تخاصم مع يعني صحفي، أو خاصة بقى لو كان نائب رئيس تحرير أو رئيس نعم. تحرير أو بيشغل منصب ما، فبيخشى على نفسه من الهجوم من الصحفيين بالذات. نعم. انت شايف ان الصحفيين او الصحافة فيها شيء من بيبقى الرد بيبقى عنيف؟ بالعكس يعني انا آه، لا يوجد يعني فيه شيء من التسامح، ولا انت شايف غير كده؟ هقول لحضرتك، هو اولا صحفيين غلابة جدا، واكثر فئة في المجتمع مهضوم حقها، مم. ولا تستطيع ان هي مثلا تتظاهر او تقف وقفة احتجاجية. يعني احنا مثلا كصحفيين ما زلنا حتى هذه اللحظة كلنا بلا استثناء مم. المرتبات بتاعتنا ضعيفة جدا. يعني ايه؟ يعني قلنا يا اخوانا عايزين الكادر او حسنوا مرتباتنا او الى اخره، ومفيش نظر. لكن عمرنا ما احتجبنا مثلا عن الصدور، انا بتكلم عن الجرائد القوميه بالتحديد. ايوه. لا احتجبنا على الصدور ولا عملنا وقفه لا، احتجاجيه قدام بتعملوا وقفات، النقابه. ده دايما النقابة الصحفيين لحد تاني، والمحامين لحد تاني قافلين. لا نعمل وقفات للدفاع عن حد تاني. مم. لكن عمرنا ما عملنا وقفه مثلا عشان نزود مرتبات، ايوه. عمرها ما حصلت اه. يعني في تاريخ النقابه ولا في تاريخ مم. الصحافه. لذلك انا هقول لما بيحصل خصومه بين مم. الصحفي وبين حد، طبعا هو في اولا في القانون بتاع اللي احنا عمالين نناضل يعني ضده، انه يعني يرفعوا هذا السيف عن رقابينا. فكرة اللي هو حبس الصحفيين ايوه. الاحتياطي ده. مم. اولا عندنا القانون اللي هو 96 لسنة 96 بتاع قانون الصحافة، قانون مم. النقابة اللي احنا ماشيين عليه، ده بيلزمنا بميثاق شرف ما ينفعش نتجاوزه. ولما بيحصل فيه تجاوز، مم. النقابة بيبقى من حقها ان هي تحاسبني قبل القضاء. تمام. فلما بيحصل خصومة بيني وبين اي حد، انا المفترض ان انا بلتزم بضوابط القانون وبطبق. لو انا ليا حق مم. استطيع بقى ان انا استغل مكان النشر اللي انا بنشر فيه وادافع عن حقي. احنا اصلنا في لكن ما بيبقاش هجوم اكتر منه دفاع يعني في عن في الحق. استراحتنا دايما بنأكد على الحب والسماحة. فالسماحة احنا يعني عشان كده بنتكلم على الرد ساعات اللاذع، او بيبقى الهجوم الشرس في نعم. بعض الاحيان، وان نعم. لازم الانسان يتسم في النهاية بطبع التسامح. ده دايما بنأكد عليه في استراحتنا، نعم. ايا كان نعم. صحفي او غير صحفي. نعم. طبعا انا سعيدة بحضرتك جدا ربنا استاذ حسن يخليك، حامد، تسلمي. مساعد رئيس تحرير جريدة المساء ومؤسس موقع المساء الالكتروني وصاحب مقال اعقلها. و طبعا بأكد أيضا على مجهوداتك في الأعمال الخيرية والمكتبة العامة التي أنشأتها والمركز الثقافي في منطقة أرض اللواء.
وهو عمل متكامل لتنمية المواهب ومحو الأمية. انت شايف في استجابة من المجتمع حواليك لهذا المشروع الخيري، ولا نفسك ان الشعب يتكاتف اكتر من اجل هذه الاعمال التطوعية؟ هو هنا يعني مسمى المجتمع انا عايز اقسمه لشقين او لطرفين. مم. الطرف اللي هو مستقبل، والطرف اللي هو مرسل. الحقيقة الطرف المرسل اللي هو زي الهيئات او المؤسسات او المنافذ اللي هي مسؤولة عن نشر الكتاب في مصر. مم. انا من خلال يعني هذا الوقت الجميل بوجه لهم دعوة، وبترجاهم انه انتوا عندكم كميات كبيرة جدا من الكتب لا ينتفع بها احد، فلما لا هذه الكتب يتم توزيعها على المراكز، على الجمعيات الأهلية. يعني اعملوا مكتبات. يعني احنا كنا بنقول انه السيدة سوزان مبارك كانت بتقود مكتبة الأسرة والحملة القومية للقراءة، وسواء بقى طلع هذا الكلام وهم في النهاية أو كان حقيقي، لكن لماذا لا ننفذ هذا على أرض الواقع؟ مم. احنا عندنا كمية، يعني حضرتك تروحي هيئة الكتاب تلاقي كميات كتب رهيبة جدا في المخازن مش مستغل. مش مستغل. مم. فطب ما زي ما عملت انا الفكرة وقدمت طلب لرئيس الهيئة ووافق وادونا دعم مثلا 1000 كتاب ولا حاجة، طب ايه المانع انه هذا الدعم يطلع بدون جوابات؟ دي حقيقة. يعني يتم مثلا التنسيق مع وزارة الغاء الروتين الأوقاف ووزارة وال التضامن الاجتماعي اللي هي تبعها الجمعيات مم. الأهلية، ويتم توزيع الكتب دي، ويبقى في جدولة ويبقى في منهج الناس تستفيد بيه في المناطق. الناس عندنا في مصر في مجتمعنا محتاجة وعي. مشاكلنا صدقيني كلها بسيطة بتنتهي، بس المهم بالظبط بالوعي. بتنتهي لفكرة انه لو الانسان ده عنده وعي مم. مش هيعمل كده. فيا ريت احنا الثقافة برضو، بقول انه احنا ما عندناش مشروع ثقافي استراتيجي يخلي الناس تبقى بتفهم. الناس عندنا بسيطة جدا. يعني لك ان تندهشي من حالنا، انه يبقى المواطن بيطلع الصبح لحد ما يروح بيته هو مهموم بلقمة العيش، ما مم. عندوش مشكلة في اي حاجة تاني. طب ده يبقى مواطن ازاي يعيش، ازاي يفكر، ازاي يتفاعل، ازاي يستوعب حياته، ازاي يدرك الاحداث اللي حواليه، ازاي يبقى مشارك في الاحداث العالمية؟ إذا يعني الثقافة هي لابد غذاء الثقافة. الروح زي ما بنقول، بالظبط. زي طبعا غذاء الجسد هو الطعام. بشكر حضرتك جدا أستاذ حامد، وأكيد لينا لقاءات أخرى في استراحتنا مع اشكرك الحب اشكرك. والسماح. شكرا لك. وفي ختام استراحتنا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة. أيها الأصدقاء، عشنا معكم في رحاب الله. استراحة مع الحب والسماحة. التسجيل والمونتاج إيهاب زكريا. وحتى نلتقي مع سماحة الإسلام، لكم دوما تحياتي أعز مصطفى. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة.